السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل فينو الافران، هنعمله في البيت بمكونات سهلة وبسيطة وموجودة في اي بيت. واللهم بارك، الفينو بعد السوا خفيف جدا وكمان طري وكمان عطى لون حلو جدا. كل الخطوات دي هنعرفها مع بعض ان شاء الله، بس يا ريت تتابعيني للاخر، ويا ريت بقى لو اول مرة تشوفيني يا ريت تدعميني باللايك واشتراك للقناة علشان يوصلك مني كل جديد. في الاول كده هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. انا هقولك النهارده على مقدار الكيلو، تقدري بقى تطبقي مقدار الكيلو على اي مقدار انت حباه. الخليط النهارده هيبقى لبن وميه. في الاول نزلت 200 جرام ميه، ونزلت عليهم ب 200 جرام حليب دافي، ونزلت كمان ب 60 جرام سكر، وكمان ب 100 جرام زيت، ومعلقه خميره فوريه كبيره. هنقلب بقى المكونات كلها مع بعض لحد ما السكر يدوب، وكمان نتأكد ان الخميرة نشطة. هتعمل معانا فقاعات، لو عملت معانا فقاعات يبقى كده الخميرة نشطة. وبعد كده اول ما بالسكر بيدوب بنزل على طول بكيلو دقيق، ومع الدقيق بضيف بقى نص معلقة بيكنج باودر، وبضيف كمان ربع معلقة ملح. في بقى معلقة واحدة بتخلي الفينو خفيف زي اللي احنا بنشتريه، ما يكونش مكتوم بس ما جاتش معايا في التصوير. هتضيفي بقى معلقة خل مع الخليط في الاول. الخل فايدته ان يخلي معاكي الفينو خفيف وهش. وبعد كده هتنزلي بقى بعديها بالدقيق على طول. في الاول بقى هنقلب بالمعلقه، واول ما الدقيق بيختفي بنوقف وبننزل بايدينا علشان نظبط العجينه. عجينه الفينو بتبقى عجينه كده مش طريه قوي ولا يابسه قوي. انا في اول العجين نزلت ب 450 جرام حليب على ميه وعجنت بيها. ولو العجينه احتاجت معايا هنزل بقى واحده واحده. ويا ريت في اي معجنات اعجني العجينه يابسه احسن ما تعجنيها طريه وترجعي تضيفي دقيق. المكونات كده هتكون باظت معاكي خالص. جبت بقى 100 جرام ميه دافيه جنبيه، وكل بقى ما العجينه هتحتاج معايا هنزل واحده واحده علشان اظبط العجينه. العجينه كده لمت وكمان لسه يابسه، فهنزل بقى بالميه واحده واحده علشان اعجن العجينه. يعني هنزل بالميه على كذا مره. وهقولك في نهايه العجين هي اخدت معايا ميه قد ايه. بس اهم حاجه هي خطوات العجين. انا عايزاكي بقى تتعبي شويه في العجين علشان تلاقي النتيجه في الاخر تحفه. بس يا ريت ما ننساش معلقه الخل، انا بفكرك تاني علشان هي بس ما جاتش معايا في التصوير. بس الخل هو اللي هيخلي الفينو خفيف زي اللي انت بتشتريه من بره، ويمكن احلى كمان في طعمه علشان احنا ضايفين حليب. ولو حابه ان انت تستغني عن الحليب وتعمليه زي بتاع الافران هتضيفي المقدار كله ميه. بس احنا عاملينه في البيت فبنرفع من القيمه الغذائيه بتاعته. بعد كده بننزل بقى بالمية واحدة واحدة لحد ما نظبط العجينة. في نهاية العجينة بتكون ناعمة جدا وخفيفة وطرية، وكمان في نفس الوقت ما فيهاش تلزيق خالص. اخدت بقى معايا مية 600 جرام ناقص معلقة كبيرة من المية، وعلى حسب نوع الدقيق اللي انت بتعجنيه. في دقيق بيبقى ليه عرق قوي فبياخد سوائل، فتخلي بالك بقى من الخطوات اللي زي كده علشان الفينو يبقى معاكي خفيف ما يكونش مكتوم. ان شاء الله هتمشي على نفس الخطوات والفينو هيطلع معاكي خفيف ويمكن احلى بكتير من اللي انت بتشتريه من بره. وكمان انا عملت الكيلو 40 قطعة. تقدري بقى تعملي وتفرزيه، وكل ما تحتاجي منه تطلعيه هيبقى معاكي طري. بعد ما قطعت بقى الكمية كلها كده وعملت حجمها كده قد الليمونة الوسط، هغطيها بالكيس علشان ما تعملش معايا طبقة ناشفة. وانا ما ريحتش العجينة خالص، انا هشتغل فيها على طول، انا مش هسيبها تخمر غير مرة واحدة. هاخد بقى اول قطعة، شايفين ملمس العجينة؟ العجينة ما شاء الله بتفرد معايا بكل سهولة، وكمان العجينة طرية بس ما فيهاش اي تلزيق، يعني ما احتجتش خالص ان انا احط تحتها زيت. لو لقيت العجينة عندك بتلزق هتمسحي بقى مسحة زيت، وبعد كده تفردي العجينة، ما تكتريش زيت علشان ساعة ما تيجي تقفلي. تشكيل الفينو او تصبعي الفينو سهل جدا، ما فيهوش حاجه صعبه. بتفردي العجينه وبتخلي بس سمكها واحد، ما يكونش جنب رقيق وجنب تخين. وبعد كده بتلفيه وتطبقي شويه على اللفات علشان ما يكونش فيه اي فراغات من جوه. نيجي بقى لتقفيله العجينه، نقفلها مظبوط علشان ما يفكوش معانا اثناء السوا. يعني نقفل كده الطرفين في الاول، وبعد كده نقفل من الوسط ونلفه كمان علشان نتاكد ان هو ملفوف كويس وما فيهوش اي حاجه خالص. وبنحطه بقى على شكل التقفيله من تحت، ونحطه بقى في الصاج بقى ما يكونش ممسوح اي ماده دهنيه. الفينو ما شاء الله بيسوي نفسه. انا عملت معاكم الفينو قبل كده على عين البوتاجاز وكان طالع تحفه. يعني لو ما عندكش فرن تقدري بقى تعمليه على عين البوتاجاز من فوق، وتسويته كانت احلى من الفرن بكتير، وكان طري جدا بعد السوا. لو ما شفتوش يا ريت ترجعي تشوفيه، هو موجود على القناه. اهم حاجه بس إيه هي خطوات العجينه لو طريه الفينو هيطلع معاكي مش مكتوم وهيبقى طري. في نقطه بسيطه، لو بتعمليه في الشتاء
انا مش عايزاكي تطولي في وقت العجين وتبردي العجينه وكمان في التشكيل. ولو لسه اول مره تعمليه، يا ريت بقى بدل ما تضيفي 10 جرام خميره ضيفي 12 جرام، علشان لو طولتي شويه في وقت التشكيل ما تبردش معاكي العجينه، وفي الشتاء العجينه ما بتبقاش ريحتها خالص خميره. ومن عجينه واحده انا هعمل كمان عيش كايزر. يعني اهم حاجه خطوات العجين تبقى مظبوطه. عيش الكايزر طلع معايا مظبوط، وكمان ما فرش معايا بعد السوى، ولا كمان برول، وكان طري جدا بعد السوى. اهم حاجة ان احنا نظبط العجينة، والعجينة لو مظبوطة نقدر نشكل منها كذا حاجة. نيجي بقى للعيش الكايزر، بنفرده تاني علشان نخرج منه الهواء والخمر، وبعد كده نبدأ ان احنا نلمها على ايدينا ونقفلها كويس. بنحطها بقى في الصينية او الصاج، ما يكونش ممسوح اي مادة دهنية. من عجينة واحدة عملنا منها الفين والعيش الكايزر، واللهم بارك طلع تحفة في الاخر. انا كده عملت معاكم الكمية كلها، صبحت الفينو وكمان عملت العيش الكايزر. هغطيهم بقى بالكيس وهسيبهم لما يخمروا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. يا ريت بقى لو لسه بتشوفيني يا ريت تدعميني بلايك جامد منك. يلا بقى حط اللايك وتعالوا نكمل مع بعض بقيه الخطوات. انا سبته بقى ساعه الا تلت علشان في الشتاء بياخد وقت، لو في الصيف هياخد نص ساعه. اول ما اختمر قمت جبت بقى حليب وهمسح الوش علشان بس يديني لون حلو جدا وانا بسويه، وكمان علشان لو هتضيفي سمسم هيثبت معاكي السمسم. ولو مع حباه ساده من غير سمسم خالص هتمسحي الوش وبعد كده هتقومي تسويه. في الوقت ده انا كده شغلت الفرن يسخن. تسخين الفرن اخد معايا 10 دقايق. وطيت بقى البلاطه خالص علشان ما يدينيش لون جامد من تحت. وطيت بقى الجنوب زي الشمعة، وبعد كده دخلت الصاج الاولاني اللي انا عملته في الاول، وديرته بقى كل شويه لحد ما عطانا اللون الموحد الجميل اللي انتوا شايفينه. اول ما خرجته من الفرن على طول غطيته بقى بكيس، ومن فوق الكيس فوطه علشان بس الفينو يبقى معانا طري. بعد كده دخلت بقى العيش الكايزر علشان يستوي. بدير بقى الصواني كل شويه علشان يدينا لون موحد. شايفينه بقى هو محتفظ كيف بشكله وما فرش خالص في الصاج، وكمان اللهم بارك بجد تحفه. عطى لون حلو جدا علشان الحليب والسمسم فوقيه. بعد كده اول ما بخرجه من الفرن بغطيه برضو بالكيس. بعد بقى دقيقه عريت بقى كده الفينو، لقيته اللهم بارك الفينو طري. ريحه الفينو اللهم بارك تحفه. التسويه بقى من فوق ومن تحت جميله جدا. شايفين بقى شكل الفينو واللمعه اللي هي في الفينو من الحليب. هتمسحي بقى بالحليب او ببيضه هيديكي اللمعه الجميله، بس احنا مش ضايفين فيه بيض خالص فمسحته بالحليب. الفينو بقى لو عايزاه يبقى طري ما تخلوهش يدي لون جامد من فوق ولا من تحت، يبقى اللون الذهبي الجميل اللي انتوا شايفينه. الفينو هيفضل بقى معاكي طري وجميل جدا اللهم بارك. اهم حاجه بقى التسويه علشان ما تسوهش على نار شديده وينشف معاكي. ادي بقى شكل الفينو من جوه، اللهم بارك طري جدا وتحفه بجد. وكمان الكيلو بيعمل كمية كبيرة. انا بقى عايزاكي تجربيه، يعني كل الكمية اللي انت شايفاها كده من كيلو دقيق. عملنا العيش الكايزر طري جدا، وكمان عملنا منه الفينو. بتمنى بقى ان انت تعمليه وتجربيه بس بنفس الخطوات. واتمنى بقى ان انت تدعميني بلايك واشتراك للقناة، واستنيني في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.